واحدة بتسألني بتقولي هو أنا ليه كل باكعبل فيهم ولاد التيت؟ علم النفس بيقول إن العقل اللاواعي عندنا خلق عشان يريحنا، عشان احنا نتحط في الستيتس البطة المريحة كده، وهو يكون شغال اوتو بايلوت. فلو في فكرة أو معتقد مخي متبنيه هيخليني أروح أو أجذب ليا الناس اللي هيأكدوا لي المعتقد ده. يعني أنا لو عايشة في دور ضحية الظروف أو ضحية المجتمع، مخي هيخليني أنجذب للناس اللي هيتعبوني في علاقتي بيهم ويوفروا لي الطرق إني أعيش معاهم دور الضحية وإني مجني عليا في علاقتي بيهم، وده هيأكد عندي المعتقد ده. والعكس، لو عايشة بعقلية المنقذ وبكتسب قيمتي الذاتية من إنقاذ وحل مشاكل الآخر، هلاقي عقلي بيخليني أرتاح للدخول في علاقات مع ناس عندها مشاكل، أو ناس محتاجة حد ينقذها، أو ناس شخصيا هم اللي عايشين في دور الضحية، عشان أنا بقى أمارس دوري كمنقذ واكتسب قيمتي، وأفضل أغذي المعتقد ده بإني أحاوط نفسي دايما بالنمط ده من الناس. فلما تلاقي نفسك في علاقات بناس ليهم نمط معين بيأذيكي، اقفي مع نفسك شوية كده وارجعي لورا واسألي نفسك السؤال: ايه المعتقد اللي جوايا عن نفسي بيخليني انجذب او يجذب ليا النمط ده بالذات من الناس؟ بس كده.